ناس متعودة على التوتر لدرجة إن الهدوء بيخوفها، وأنا كنت واحد من الأشخاص دي. ليه بنتوتر من الهدوء؟ وليه بنتوتر لما حياتنا تقول لحاجات كويسة ولحظة هادية شبه اللي أنت قاعد فيها دي بتقتلها بحكم إن أنت عايز حاجة أحسن؟ ده بيبقى نابع من خوف داخلي إن أنت بترفض اللحظة، إن أنت عارف إن لو جات لك حاجة كويسة هيجي وراها خازوق. وحتى لو ده حاصل، لكن أنت هنا خسرت الحاجتين، أخدت الخازوق وضيعت اللحظة اللي موجودة. الفلسفي ببساطة ثانية تفسيره الفلسفي ببساطة إن مخك اتعود على وضع النجاح، وضع إن دايما في أزمات وفي صراعات. لكن في الحقيقة مفيش بني آدم من 365 يوم حياته كلها صراعات ومشاكل. ممكن يبقى عدد أيام كتير، ولكن مستحيل كل الأيام اللي ربنا بيديها لك فيها كم هذا النوع من القلق، إلا لو أنت مثلا صاحب شركة آبل. ممكن تعيش ده ويبقى لوقتها السبب مقنع. انت لسه عندك ذرة امل بان انت تكون سعيد وعايز تعيش حياة. اول حاجة تتعلمها ما تبوظ لحظتك الحالية، ما تبوظ لحظتك الهادية. يعني ما تخربش سعادتك بايدك. بتخرب سعادتك بايدك في التدوير في اللي فات، بتخرب سعادتك في ايدك بان انت بتبحث عن محتوى يزود تروماتك مش يعالجها، ان انت تبقى عايش مع مزيكا حزينة طول العمر. كل الكلام ده بيزود تروماتك. فأرجوك ما تقتلش اللحظة الحالية، لأن غالبا هي كل ما تملك.